أنا واحدة عمري ما كان عندي مشاكل مع الفواتير، لحد اليوم اللي فاتورة الغاز قررت تدخل حياتي بعنف. صحيت الصبح لقيت ورقة مزوقة في باب الشقة، عشمت نفسي وقلت يمكن جواب حب. طلعت فاتورة غاز. الرقم كان كبير لدرجة إن العداد نفسه باين عليه متفاجئ. فضلت أقارن بين الرقم وتمن البوتاجاز وأسأل نفسي، هو أنا بطبخ ولا بعمل مشروع فرن بلدي؟ دخلت أراجع الاستهلاك، لقيت الشهر ده أنا عملت محشي وكشري ومكرونة بشاميل، وكأني فاتحة مطعم من غير ما أعرف. قعدت أعد الوجبات واحدة واحدة، افتكرت يوم العزومة ويوم أنا كنت رايقه وقلت هطبخ ومش عايزة أطلب أكل، وحسيت إن الفاتورة بتطلع لي الماضي كله. لو شفت اسم غالي عليك خد شوية من وقتك وصلي عليه، وما تنساش تعمل لايك واشتراك. المحرج بقى لما محصل الغاز خبط فتحته وأنا ماسكة الحلة، قال لي حضرتك استهلاكك عالي. قلت له بثقة، ده غاز بيهرب يا أستاذ. بص للبوتاجاز وبصلي وقال، الهروب الوحيد هنا إنك بتهربي من الحقيقة. قفل العداد ومشي، وأنا بصيت على البوتاجاز كأني هحاسبه. ومن ساعتها بقيت أطبخ بحساب وأسلق أكتر. بس السؤال اللي لسه محيرني لحد دلوقتي، هو الغاز غلي فعلا ولا المشكلة مني؟ أنتم بقى بتواجهوا مشاكل في الغاز